الحلقة دي هفتح أنا دكتور تشخيصي ملف جديد في جريمة السرطان. الدليل اللي هنحقق فيه النهاردة التحاليل. هل يا ترى التحاليل لوحدها تقدر تثبت أو تنفي الجريمة؟ ولا محتاجين نكمل الأدلة؟ هنعرف كل ده مع شركاء التحقيق دكتور سمير ودكتور أسامة. نبدأ بأبسط تحليل بيتعمل في أي معمل، تحليل صورة الدم الكاملة أو اللي بنسميه CBC. التحليل ده بيقيس عدد خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح. لو عدد كريات الدم البيضاء عالي أو منخفض جدا أو في خلايا غريبة في الشكل، ده ممكن يشاور على وجود سرطان في الدم زي اللوكيميا مثلا. بس لو النتائج طبيعية، ده مش معناه إن مفيش حاجة ومش كفاية لوحده. وفي كمان تحليل كيمياء الدم، واللي بيقيس حاجات زي الإنزيمات والبروتينات والدهون والمعادن في الدم. ليه ده مهم؟ لأنه بيدينا فكرة عن وظائف الكبد، الكلى، أو حتى العظام. مثلا لو إنزيم معين في الكبد عالي جدا، ممكن ده يشاور إن في كتلة أو ورم في الكبد هي السبب في ارتفاعه. لسه مكملين في رحلة التحقيق مع التحاليل. هل تكفي لوحدها في حل جريمة السرطان ولا في أدلة تانية؟ تابعوا السلسلة واعرفوا كل حاجة. الحلقة الكاملة بالرابط في أول تعليق. اشتركوا في القناة واستنونا في اللي جاي.